خبرين مهمين النهارده بجد عن النادي الاهلي. اولهم يا باشا تجديد عقد المالي اليو ديانج لمده 3 سنين، خلاص بقى بشكل شبه رسمي خلاص. احمد شوبير امبارح طلع قال لك ان اليو ديانج اقرب من اي وقت فات ان هو يجدد عقده مع النادي الاهلي لمده 3 سنين، بس القيمه الماليه تقريبا 2 مليون دولار. نحط تحت الرقم دوت خطوط كتيره قوي، لان انت لو هتلاحظ في الاونه الاخيره النادي الاهلي بقى بيطلع مرتبات بارقام غريبه. يعني في اخر السيزون ده ما لقيناش دوري ودوري ابطال. انا بالنسبه لي مجلس الاداره كده كله على المرتبات اللي طلعت دي لازم يتحاسب من اول راس لاصغر راس. لسه معانا الصفقه الثانيه يوسف بالعمري، بناء على برنامج الناظر التابع لكابتن احمد شوبير، طلع قال لك ان يوسف بالعمري خلاص اهلاوي، زائد ان ابراهيم فايق امبارح طلع قال لك يا باشا شيله من على الشاحن. ادينا يا باشا شلناه من على الشاحن، هنحط مين طب مكانه؟ المفروض ان جراديشار لسه موجود معاك. قائمه الاجانب فين؟ ايه الدنيا فيها؟ ما انا اكيد مش هكمل بجراديشار قولا واحدا. جراديشار لسه مكمل معاك، بس اللي هيطلع عندك اشرف داري هيطلع من عندك يدخل مكان يوسف بالعمري. انتوا ايه رايكم في الصفقتين دول؟ انت شايف إن ايه رايك في صفقه يوسف بالعمري؟ تجديد اليو ديانج بالقيمه الماليه ديت كان يستحق ولا ما يستحقش؟ سلام.